أعزائي مساء الخير، أنا دكتور حسن البحراني من مركز البحراني للعيون والشبكية أربيل. هذا المريض عنده نضوح في مركز الشبكية، نشوفه هنا، وترسب هنا الدهونات في مركز الشبكية. فتشوفون سوينا له ليزر، هاي النقاط الليزر. ولما يصير نضوح في مركز الشبكية شي يصير؟ مرات لازم نضرب أبر. واحدة من هاي الأبر هي الأبر مثل الكبسولة، إذا تشوفوها هاي هياتها. ليش حبيت أرويكم هاي الشبكية كلها؟ شوفوا شلون حلوة الكبسولة قاعدة على الشبكية هنا، وهي تعطي الدواء على أشهر. تعتمد مريض مرات شهرين، 3 أشهر، 4 أشهر، تعتمد على المريض، بين مريض ومريض. طبعا هنا بعد اكو مكانات دا تسوي ليك في مركز الشبكية ودا تؤدي الى ترسب سوائل في مركز الشبكية، فلذلك مرات لازم نسوي ليزر ايضا اكو مركز طرفي، ليزر طرفي وليزر مال مركز الشبكية مركزي. فاحنا هنا راح نضرب همين المريض هذا ليزر هنا على مود نخفف ترسب السوائل داخل مركز الشبكية، وأيضا ضربنا أبرة اللي هي هاي اللي بالعامية نقول عليها كبسولة، اللي هي تعطي الدواء على مدار 3 إلى 4 أشهر.